بيبدأ فيلم النهارده مع مجموعة من الطالبات واللي بيبقوا رايحين رحلة مدرسية، وهم قاعدين في الأتوبيس بيطلعوا مخدات وبيضربوا بعض بيها، بس بتكون زميلتهم واللي اسمها سو واللي كانت بتكتب في مذكراتها وما بتلعبش معاها. وبعد كده القلم اللي بتكتب بيه مذكراتها بيقع على الأرض وبتوقع عشان تجيبه، ولكن أما سو بترفع دماغها من على الأرض بتلاقي رياح شديدة جت عليها وبتقسم الأتوبيس نصين، والأجزاء العلوية من زمايلها بتبقى مش موجودة وبتبقى مصدومة من اللي شايفاه. وبعدها بتيجي رياح شديدة تاني وبتوطي عشان تستخبى، واول ما الاتوبيس بيقف بتجري سو واللي بتبقى مش فاهمة ايه اللي بيحصل حواليها، وبنشوف سو مجموعة من الشباب قدامها وبتحاول تحذرهم من الرياح الشديدة، لكن مش بتعرف تنقذ غير واحدة منهم وبيموت ثلاثة. لكن بعد كده بتيجي رياح قوية جدا وبتقتل البت اللي انقذتها سو، وبعد كده بتخاف سو وبتجري في الغابة لحد ما بتوصل لبحيرة وبتدخل جواها، وبتلاقي سو جثث كتير جدا وبتاخد هدوم واحدة من الطالبات اللي ماتوا وبتلبس الهدوم وبتنظف نفسها في البحيرة، وبعد كده بتكمل ماشي في وسط الغابة لحد ما بتلاقي مدرسة تانية، وبتبقى متفاجئة لما بتلاقي الطلاب في المدرسة دي بيبقوا عارفينها وهي ما تعرفش حد في المدرسة، بس بتتعرف على صاحبتها سوشي وبتكون مش مصدقة ان هي شايفاها. وبعد كده بتيجي رياح قوية على الطلاب فبتخاف سو وبتستخبى جوه المدرسة، وبتجري وراها صاحبتها سوشي وبتسألها هي خايفة ليه، فسو بتحكي لها على اللي حصل وازاي الطالبات كلهم ماتوا في الأتوبيس. وبعد كده سوشي بتاخد سو للفصل وتلاقيها بدأت تعيط وبتقول انها مش عارفة تفرق بين الحلم والواقع، فسوشي بتاخد بيت سو وبتخرجها من الشباك وبتقول لها ان الهوا ما فيهوش اي حاجة وانها كانت بتحلم. تبدأ سو تطمن وان اللي حصل معاها ده كان حلم مش حقيقي. وبعد كده سوشي بتاخد سو وبتعرفها على صاحبها، بيقرروا ان هم يهربوا من المدرسة عشان يفكوا عنها. وبعد ما بيتمشوا في المدرسة شوية بيقابلوا المدرسة بتاعتهم واللي بتسألهم هم رايحين فين، بس ما بيردوش عليهم وبيسيبوها الطلاب وبيهربوا ويفتحوا ان هم يخرجوا بره المدرسة، وبيفضلوا يجروا في الغابة لحد ما بيوصلوا عند البحيرة وبيقعدوا وبتحكي لهم سوشي عن اللي حصل لسو وانها حلمت ان الطلاب كلهم ماتوا، وبتتخيل سو ان طالبة من الطالبات بتتعاطي بالتمساح، وبتتأكد سو ان في حاجة غريبة بتحصل معاهم. وبعدها بيلاقوا طالبات مخدات ريش جنبهم فبيلعبوا بيها، وبتلاحظ سو ان في دم على صباعها بس بيظهر ان كل ده كان من صنع خيالها، وبيقرروا ان هم يرجعوا للمدرسة فبيفضلوا يجروا سو هي وصاحبتها وبيوصلوا للمدرسة وبيخشوا الفصل، فبتلاحظ سو مخدة على الارض وبتكون عاوزة ترميها على صاحبتها، ولكن كل الطالبات بتموت فجأة واللي بتموتهم هي الأستاذة بتاعتها، فالأستاذة بتكون عاوزة تخلص على سو ولكن صحابها بيجوا وبينقذوها. بتروح سيون هي وصاحباتها عشان يستخبوا في الفصل، وبتظهر لهم مدرسة تانية وبتكون برضه عاوزة تقتل، وبتخلص الأستاذة على أصحاب سو لكن سو بتقدر تهرب هي وباقي الطلبة من المدرسة، وبتفضل الأستاذة هي وصاحباتها يضربوا نار على باقي الطلاب وكمان بيضربوا عليهم صواريخ، ولكن بينجحوا الطلاب إن هم بيهربوا، ولكن بتيجي رياح شديدة وبتخلص على وبتعرف سو ان هي توقف معاها. وبعدها بتبدا سو ان هي تجري لحد ما بتوصل لنص البلد، وبتروح مركز الشرطه عشان تبلغ، بس بتكون الشرطيه عارفاها ولكن بتنادي عليها باسم تاني، وبتبص سو في المرايه بتشوف شكلها متغير، وبتركب سو مع الشرطيه العربيه وبتلاقي البنات متجمعين حواليها، وبتكون مستغربه عشان بتلاقي البلد كلها نسوان. وبعد كده سو بتوصل لبيت شكله غريب كده وبتعرف ان هي عروس وبيحتفلوا بيها، وبتشوف سو صاحبتها وبتسألها انت ازاي عايشة، وبتكون عايزة تعرف منها ايه اللي حصل معاها. وبعدها بتبدأ تمشي البنات من المكان، وبتبدأ سوشي تقول لها هتعمل ايه وان هي لازم تلبس الفستان بتاع الفرح، وتقول لها ان اي بنت هتقابلها لازم تقتلها. وبعد شوية بيجي شوية بنات لسو لكن سوشي بتخلص عليه، وبعدها سوشي بتدي لسو ازازة وبتقول لها تروح الفرح وتقتل كل البنات اللي فيه. بتكون سو مش فاهمة ايه اللي بيحصل، لكن بتروح القاعة وبتلاحظ ان البنات كلهم بيعاملوها بطريقة مش حلوة، وبيفضلوا البنات دول يرموا عليها ريش لحد ما بتوصل للعريس بتاعها واللي بيكون براس خنزير. وبعد لحظات بتسهر الأستاذة وصاحبتها واللي بيكونوا عايزين يخلصوا على الكل، لكن بتتحد سو صاحبتها وبيخلصوا عليهم، وبعدها بتهرب سو وبتفضل تجري في الشارع لحد ما بتلاقي واحدة متسابقة وبتكون عارفاها، فبتستغرب سو وتروح تبص في المراية فبتلاقي شكلها اتغير، وبتبقى سو مش فاهمة ايه اللي بيحصل معاها، ولكن المتسابقة بتقول لها ان هي لازم تجري عشان ما تخسرش السباق. وسو هي بتجري بتشوف صاحبتها سوشي وبتقول لها لازم تهربي عشان الأستاذ
الاستاذه وصاحبتها لسه عايشين. وبعدها سوشي بتهرب من السباق وبتدخل جوه كهف غريب، وبتلاقي واحده من الطالبات بتاخدها جوه الكهف وبتفرجها على طالبات كتير ماتوا، والطالبه بتقول لسو ان هي لازم تقتلها عشان هي السبب في موت الطالبات دي كلها. وبتهاجم الطالبه سو، لكن سوشي بتظهر فجاه وبتخلص عليها، وبتاخد سو على جنب وبتقول لها تفضل تكرر اسمها بصوت عالي. ミツコだ。ミツコだ。私はミツコだ。私はミツコだ。私はミツコだ。 وبتكون سو مش فاهمة أي حاجة، لكن بتنفذ اللي سوشي بتقولها عليه وبيرجع شكلها زي الأول. وسو بتستغرب وبتسألها هو إيه اللي بيحصل، وبتقول لها سوشي إن هما في عالم افتراضي وإن هي لازم تقتلها عشان ترجعها للعالم الواقعي. بتكون سو مش عايزة تقتلها عشان هي صاحبتها الوحيدة، فسوشي بتفضل تقول لها وبتزعق لها، فسو بتقتلها. وبعد ما بتقتلها بيظهر باب غريب آخر الكهف، وبتروح سو وبتدخل من الباب اللي بيرجعها للعالم الواقعي، ولكن بتلاحظ حاجة وإن البلد كلها بقت رجالة، وبتعرف إن هي اتنقلت لعالم عكس اللي هي كانت موجودة فيه. بتلاقي سو بوستر موجود لها على الحيطة، وبتعرف إن الشخصيات اللي هي عاشتها اتعمل منهم لعبة. وبعدها بيجي لها راجل غريب وبيقول لها إن هي اتنقلت للمستقبل، وبيغمى على سو وبتصحى تلاقي نفسها رجعت للكهف من تاني. وبعدها بتدخل سو في بوابة تانية واللي بتنقلها لمكان غريب موجود فيه طالبات كتير وبيكونوا متحنطين. وبعدها بتلاقي راجل عجوز واللي كان بيلعب بالثلاث شخصيات اللي هي عاشتهم في العالم الخيالي، وبنعرف ان هو سبب كل اللي حصل معاها. وبيشرح لها العجوز ان هي ماتت من زمان وان هم استخدموا الحمض النووي بتاعها هي وصاحبتها عشان يعملوا منها لعبة. وبتكون سو مش مصدقة بس بيفرجها على جسمها وهو متحمل. ولما بتروح سو بتلاقي صحابها كلهم وبتلاقي صاحبتها سوشي، وبعد كده بيلاقوا واحد جالهم واللي بيطلع هو صاحب اللعبة. وبنفهم ان دي النسخة من العجوز بس وهو صغير، وبيقول لها العجوز ان هي تروح تنام جنبه، واول ما بتنام جنبه بيبدأ يعتدي عليه، لكن سو هي اللي بتعتدي عليه وبتفضل تضرب فيه لحد ما بتخلص عليه. وبعدها بتروح تاخد العصاية من الراجل العجوز وبتخلص على نفسها. وبعدها بنشوف ان اللعبة بدأت تاني وان سو رجعت للأوتوبيس، بس سو ما بتكونش عايزة حد يلعب بيها، وبتاخد القلم اللي كانت بتكتب بيه مذكراتها وبتخلص على نفسها. وبعدها بتموت كل الشخصيات، وفي الاخر كده بنشوف سو وهي موجودة على وبيخلص الفيلم على كده. وبس انا عادل كامل اللي قدمت لكم حلقة النهاردة، ومونتاج الحلقة دي يوسف احمد. وما تنسوش لو انتوا على الفيسبوك تعملوا لنا متابعة، ولو انتوا على اليوتيوب نشترك في القناة ونفعل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك، وانتظر الجديد. سلام.